في عام 1943 ولما احتل الحلفاء منطقة الشمال الأفريقي وجهزوا استعداداتهم لغزو أوروبا، لكن من الطبيعي أن الألمان هيدافعوا عن صقلية بكل قوتهم، علشان كده كان لابد من خداع القوات الألمانية وإقناعهم أن الحرب هتكون في مكان آخر. الحل اللي ابتكره رجال المخابرات البريطانية وكان ضمن خطة ذكية أطلق عليها اسم عملية اللحم المفروم، وبطل الخطة دي هو مجرد جثة راجل ميت. بالفعل قام رجال المخابرات البريطانية بالعثور على جثة راجل فقير مات بمرض خطير في الرئة، ولبسوا الجثة ملابس رسمية عسكرية لضابط في الطيران الإنجليزي، وزودوه بأوراق رسمية بتثبت إنه الرائد مارتن. ومن ضمن الأوراق دي مستند سري خطير بيشير إلى إن الغزو الكبير هيكون في سردينيا واليونان مش في صقلية. وبالفعل الألمان شربوا المقلب واعتبروا إن الجثة دي هدية جات لهم من السماء، وتم حشد السلاح والجنود في سردينيا واليونان في حين هاجم الحلفاء على جزيرة صقلية، وبعدها خسر الألمان الحرب.